من هو ابن تيمية رحمه الله؟ أولا يعرف المشاهدون أن ابن تيمية رحمه الله كان من أهل القرن السابع والثامن. وولد عام 661 وتوفي عام 728. توفي وهو ابن 67 سنة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا الرجل ولد في أسرة علمية، مثل ما ذكرت أنت في التقديم قبل قليل أن والده من العلماء وأن جده شيخ الإسلام. الله. الفقهاء الحنابلة عندهم اثنان، إذا قال الشيخ فيريدون به إما ابن قدامة صاحب المغني أو المجد بن تيمية وهو جد شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. ولذلك كان بعض العلماء يقول كان ابن تيمية رحمه الله وأبوه وجده كلهم أعلام، لكن شيخ الإسلام رحمه الله كان كالشمس بينهم. الله أكبر. أحمد بن عبد الحليم. إيه نعم. وإن كان جده عظيما وكذلك أيضا أبوه من العظماء رحمه الله وغفر لنا وله. آمين. ولد رحمه الله في حران. الذي يعرف الجغرافيا يعرف الخريطة يجد أن منطقة اسمها الجزيرة الفراتية. وحران الآن تقع في الحدود التركية. الآن في الحدود التركية نعم. هناك جزيرة اسمها الجزيرة الفراتية، تذكر بيت المتنبي الذي يقول طوى الجزيرة حتى جاءني خبر فزعت فيه بآمالي إلى الكذب. هذه الجزيرة الفراتية مشهورة جدا، من يقرأ التاريخ الأموي والعباسي يجدها حاضرة جدا. بعض الناس يظن أن الجزيرة هي المقصود جزيرة العرب، لا ليست جزيرة العرب. إذا ذكر العراق والشام فالمقصود الجزيرة الفراتية، لأن هذه جزيرة بين دجلة والفرات، والآن تكتنفها 3 دول: العراق وسوريا وتركيا. في حران ولد شيخ الإسلام ابن تيمية، وحران الآن في جنوب تركيا. نعم صحيح. في الجنوب الشرقي. فهو حراني المولد من جهة تركيا، دمشقي المعيشة. بعد 6 سنوات أيام غزو التتار، تعرف المصائب العظيمة التي مني بها العالم الإسلامي، انتقلت أسرته خوفا على نفسها إلى مدينة دمشق. نعم. فكان ذلك عين الخيرة للشيخ رحمه الله، إذ درس في دمشق على 200 عالم من علماء دمشق. الله أكبر. يعني دمشق كما تعلم وبغداد والقاهرة يعني هذه حواضر من حواضر الإسلام. نعم صحيح. فكان عواصم علمية عظيمة جدا. فرحمه الله تتلمذ على هؤلاء العلماء، وكان نابغا بشكل عجيب جدا منذ الصغر سبحان الله. حتى يعني ذكر العلماء أنه أدرك في صباه ما لم يدركه كثير من الفحول. وهذه أشياء الحقيقة ترى لما فيها مبالغة. صحيح. هذه أشياء مثبتة، حتى إن خصومه يشهدون له بذلك. الله. قالوا إنه ناظر وهو دون البلوغ، والمناظرة عند الأوائل أمر عظيم، لأنك الآن أمام خصم تريد أن تلزمه وتفحمه بحجتك وبقولك. يعني لو أثنى عليه حاسده لقال عدوه صدق. نعم هذا هو الواقع. فأيضا رآه أحد شيوخه وقد طلب عنده العلم فترة من الزمان، فإذا به قد أدرك العلم إدراكا عظيما. فقال قد أذنت لك في الفتيا. والسابقون ليسوا مثل يعني الوضع في السابق كان أكثر ضبطا بكثير. صحيح. فلا يفتي الإنسان إلا أن يأذن له أشياخه، فأذن له شيخه وهو ابن 17 سنة. الله. وهذا شيء عجيب يعني ما دخل الجامعة أصلا. يعتبر في المرحلة الثانوية عندنا. هذا يعني الآن الذي يقرأ الكتب عندنا أو يحفظ بعض الشيء نقول ما شاء الله متميز. أما هو فقد أفتى في ذلك الزمن، وأول مؤلفاته أيضا كانت وهو ابن 17 سنة ما شاء الله. وأما أول درس عقده فبعد وفاة والده وهو ابن 21 سنة أو 21 سنة، وذلك في مكان والده رحمه الله.